رجالة أولى ثانوي، أهلا بيكم في ملخص القضية المنطقية. القضية المنطقية حاجة سهلة جدا، هي جملة خبرية تنفع تبقى صدق وتنفع تبقى كذب. يعني إيه؟ يقول لك تحتمل الصدق والكذب على حسب أنواعها واللي هنتكلم عنها وعلاقتها بالواقع وكل الكلام الجميل ده. بس في الأول تعالى نقول هي عبارة عن إيه؟ مش قلنا جملة خبرية؟ فقال لك في 5 حاجات ما ينفعوش يبقوا جمل خبرية، اللي هي العبارات الإنشائية. إيه العبارات الإنشائية يا عم؟ قال لك أمر، نهي، سؤال، تعجب، تمني، كل ده ما ينفعش معانا، ما بنشتغلش عليه، دي مش جمل منطقيه اصلا. طب القضيه دي بتتكون من ايه؟ قال لك بص ركز معايا، موضوع، شايفها اهي، هي ماشيه مع ايدي، شايفها؟ ايوه هي دي، موضوع، محمول، وبينهم في النص هنا رابطه. نرجع تاني عشان الموضوع كان هيقع. موضوع، محمول، الموضوع ده بنسميه الحد المخبر عنه، ده المبتدأ. طب المحمول بنسميه الحد المخبر به، ده الخبر. ففي النص بينهم رابطه، الرابطه دي اللي هي العلاقه اللي بين الاثنين، اللي هي علاقه اتصال، فتبقى موجبه، ودي ما بتتكتبش في اللغه العربيه وفي الصينيه، وبتتكتب في اللغه الانجليزيه واللغات الثانيه. او علاقه انفصال، ودي العلاقه السالبه اللي هي لا، ليس، غير. ما دام ما في فرق حاجه طلعت في النص بين الموضوع والمحمول، فده بنقول عليه علاقه انفصال. فيقول لك طيب صنف لي بقى القضايا دي من حيث علاقتها بالواقع. يقول لك يا سلام، عندنا قضيه اسمها القضيه التحليليه او القضيه التكراريه والمتناقضه، وقضيه تانية اسمها القضيه التركيبيه. ايه القضيه التحليليه دي؟ قال لك تعالى يا عم انا اقول لك. القضيه التحليليه دي اللي موضوعها ما بيجيبش جديد محمولها، قصدي ما بيجيبش جديد لموضوعها. يعني ايه محمولها ما بيجيبش جديد لموضوعها؟ مش فاهم. يقول لك يعني اللي بيتقال بيتعاد، ما جبناش اختلاف. لما اقول لك قضيه تكراريه بكرر. يعني ايه بكرر؟ اقول لك الاسد ليث، فدي صدقه. طب لو قلت لك مثلا الطويل ليس قصير، طب ما هي العزاب غير متجوزين، طب ما هي ما انت قلت الكلام وعدته تاني. فيبقى بالتالي دي اسمها قضيه تكراريه، دي صدق. طب ازاي بقى ممكن يكون الكذب بتاعها داخلي برضو؟ لو قلت حاجه وعكسها زي عايش ومش عايش كده. جميل. نيجي بعد كده القضيه الثانيه وهي القضيه التركيبيه. دي بقى القضيه اللي محمولها بيضيف لموضوعها خبر جديد، ودي بنسميها القضيه العرضيه، اللي هي معرضه للصدق او الكذب على حسب علاقتها بالواقع. يعني لو قلت لك القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه، هتقول لي صح، جميل، صادقه. انما لو قلت لك القاهره مدينه ساحليه، تقول لي لا 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 سوري، هذا كذب. الله عليك، انت كده فاهم. وعشان نشوفك انت مركز معانا ولا لا، قول لي تاني ايه مكونات القضيه. وبما ان احنا بنتكلم عن المنطق، ففرق لي بين الاربع حدود تحت في الكومنتات، ما تنساش اسمك يا بطل. تعالى بقى نقسم القضايا من حيث قضيه بسيطه او قضيه مركبه. وطبعا هنروح للسبوره ونشرح لك كل ده هناك. نقول لك ايه بقى، ازاي بنربط الموضوع بالمحمول والكلام ده كله هتلاقوه في السبوره. بس الاول هنديك الديباجه الاساسيه ونوديك السبوره ونرجع. القضيه البسيطه هي القضيه اللي بتتكون من موضوع واحد ومحمول واحد. زي ان اقول مثلا مدرسه كذا اذكياء، اي حاجه، او المدرسه نظيفه، كده موضوع محمول. مدرسه غير نظيفه بكل انواعها، مش فارقه موجب سالب كل جزئي، الفكره ان هي موضوع واحد ومحمول واحد وبينهم رابطه. فدي اسمها قضيه بسيطه. انما بقى في حاجه اسمها القضيه المركبه. ايه القضيه المركبه؟ يقول لك دي اللي بتتكون من قضيتين بسيطتين بينهم رابط قضاوي. ايه يا مستر الرابط القضاوي ده؟ قال لك ده اللي بيربط قضيه وقضيه، ودول 5 انواع: السلب، الوصل، الفصل، الشرط، والتشارط. بعرف منين السلب؟ لا ليس غير، زي ما اقول لك ليس كل ما يلمع ذهب. جميل. طيب ايه الوصل؟ يقول لك الوصل ده اللي هو العطف، واو، فيه، لكن، وهكذا. طيب يا مستر ايه الفصل؟ يقول لك او اما، الحاجه اللي بتتغير، ده او ده اسمه فصل. طيب بمناسبه الفصل، الملخص اللي فات اتكلمنا على الكليات ال5، فاكرها؟ بالظبط. فرق لي بقى بين الفصل والخاصه والعرض العام، وكمان خد معاهم الجنس والنوع. حصلش حاجه، يلا يا اخي اجتهد شويه. بعد كده هنتكلم عن رابط الشرط، ده اذا ذكرت ستنجح. طب ورابط التشارط؟ قال لك ده اذا وفقط اذا سيحصل الاهلي على الدوري، اذا وفقط اذا فاز باكبر عدد من النقاط، وبيعملها على طول فبيكسب الدوري، والاهلي فوق الجميع. اوعى تنسى المعلومه دي. طيب بنحيث بقى نقسم القضيه من حيث الكم ومن حيث الكيف. في قضايا كليه وقضايا جزئيه، في قضايا موجبه وقضايا سالبه. لما نيجي ندمجهم في بعض يطلع لنا كليه موجبه،
وكليه سالبه وجزئيه موجبه وجزئيه سالبه. ايه دول؟ قال لك ايه الكليه الموجبه دي؟ قال لك دي اللي الحكم فيها بيشمل كل افراد موضوعها ومفيش انفصال بين الموضوع والمحمول. مفيش انفصال يعني في اتصال. طيب القضيه الكليه السالبه قال لك دي اللي كل افراد الموضوع بتاعها بيقع عليهم الحكم، في شمول حكم هنا وبرده هنا مفيش انفصال. يعني ايه مفيش انفصال؟ لا تركز، في انفصال. ليه؟ لانها دي سالبه. قلنا انفصال سالب. لا 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 لا, لا. شكلك مش مركز معايا. انت بقى تروح تفرق لي بين الرابطه الموجب والرابطه السالب. دي اتصال دي انفصال. فلما تكون كليه سالبه بيقع الحكم على كل افراد الموضوع وفي انفصال بين الموضوع والمحمول. طيب الجزئيه الموجبه يقول لك ده بيقع الحكم على بعض افراد الموضوع ومفيش انفصال، يبقى في اتصال موجبه. طب الجزئيه السالبه يقع الحكم على بعض افراد الموضوع وفي انفصال بين الموضوع والمحمول. ده ياخدنا على السبوره الاول، نفهم الكلام ايه والحته اللي فاتت دي بالدباجتها عامله ازاي، ونيجي هنا تاني نتكلم مع بعضينا. فيلا بينا. وجينا من هناك على السبوره. بص يا عم، احنا قلنا ان القضيه المنطقيه هي حدين وعلاقه بينهم. يعني ايه حدين؟ حد وحد. شكرا للمعلومه دي، انت خطيره ولا لا؟ انا اقصد ان مثلا هنقول القلم اسود. فهنا ده سميناه احنا موضوع زي ما قلنا هناك، الحد اللي بنخبر عنه. وده سميناه احنا محمول، الحد اللي بنخبر به. بيقول لك في النص هنا بقى كده علاقه بين الموضوع والمحمول، احنا بنسميها ايه؟ رابطه. بنسميها ايه؟ رابطه. الرابطه لما ما بتتكتبش في اللغه العربيه زي ما قلنا بتبقى دي علاقه موجبه. طب لو اتكتبت بتتكتب بيحصل انفصال بليس وغير ولا، يخلوا القضيه سالبه. تمام كده؟ وبقى لما يكون موضوع واحد محمول واحد فده بيبقى قضيه بسيطه. لكن لو كتبنا، بص هنمسح ده، احنا اسفين. طب ما نمسح كله ونكتبها من اول وجديد. ايه الذكاء اللي احنا بنعمله اهو يا جدعان. بص يا عم، لو كتبنا القلم اسود، خد بالك من دي، و ظهر القلم احمر. واخد لي بالك انت؟ القلم اسود هنا موضوع محمول، فدي قضيه بسيطه. بينهم رابطه موجب طبعا. وهنا ابن الذين ده بنسميه رابط قضاوي. جميل. طب وده ظهر القلم احمر، ادي موضوع ومحمول، فبرضه قضيه بسيطه. يقول لك هو انت شايف البسيطه دي مع البسيطه دي وبينهم رابط قضاوي، دي اسمها قضيه مركبه بتتكون من قضيتين بسيطتين. تمام كده؟ هنرجع بقى على هناك. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني يا رجاله عشان نكمل كلامنا بقى على جزئيتين مهمين، هي السور والاستغراق. ايه السور؟ يقول لك السور ده الحاجه اللي انا بعدي من عليها كده عشان اخش في القضيه، وانا داخل قابلت ده، فده بيسهل عليك شويه تعرف نوع القضيه. يعني مثلا لو لقيت كل في اول الجمله تبقى قضيه كليه، جميع كافه 100% قضيه كليه. طب لقيت كل دي قضيه كليه وفي نفي بعد كده لا ليس غير، فيبقى ده بالتالي كليه سالبه. طب لو لقيت بعض، غالبيه، كثير من، قليل من، معظم، الكلام ده، يبقى دي جزئيه. ولو لقيت وراها نفي تبقى جزئيه سالبه. ده اسمه صور، بيسهل عليك الدنيا عشان تعرف تحل. فبالتالي اكتب لي تحت في الكومنتات قضيه من كل نوع، قضيه كليه موجبه، قضيه كليه سالبه، قضيه جزئيه موجبه، قضيه جزئيه سالبه. وريني دماغك كده يا صاحبي في الكومنتات ماشيه ازاي. هنروح من هنا بقى على الاستغراق. يعني ايه استغراق؟ يقول لك ده مستغرق في التفكير، غرقان جوه الحاجه. الحكم ده بيشمله، دي كلمه شمول الحكم يعني استغراق. والموضوع سهل قوي.
يقول لك بص، القضيه بتستغرق وهي كليه تستغرق موضوعها، والقضيه وهي سالبه تستغرق محمولها. فبالتالي الكليه الموجبه بتستغرق الموضوع فقط، الكليه السالبه تستغرق موضوع ومحمول، الجزئيه الموجبه ما بتستغرقش لا موضوع ولا محمول، والجزئيه السالبه بتستغرق المحمول فقط. وارجع للي بنقوله في الحصص لان ده مجرد ملخص. اوعى تنسى عندك في الديسكريبشن لينكين، لينك فيه كل ملخصات بتاعت المنهج فلسفه ومنطق، ولينك فيه الحل كله بتاع المنهج فلسفه ومنطق. شد حيلك، وطبعا لو انت على اليوتيوب تنورنا واسال في اللي انت عايزه. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، دي قناه ابره على اليوتيوب. سلام يا صديقي.